السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نبداو فيه الوحدة الثانية بعد ما كنا شفنا الفيديو السابق في مادة السير المحاسبي والمالي في اعمال نهاية السنة تاع الوحدة الاولى. اليوم ان شاء الله راح نبداو الوحدة الثانية وراح نشوفوا فيها الدرس الاول اللي راح نشوفوه ان شاء الله في الثانوية ان شاء الله. نبداو مباشرة، دائما نفس الميدان اللي كنا شفناه سابقا، هو الميدان الاول اللي هو عبارة عن أعمال نهاية السنة. الوحدة الثانية هي عبارة عن الاهتلاكات ونقص قيمة التثبيتات. معناتها الوحدة ديالكم مقسمة فيها الاهتلاكات وين راكم رايحين تشوفوا طرق الاهتلاك بين ثلاثة والتسجيلات المحاسبية ديالها أيضا، وتشوفوا أيضا نقص قيمة التثبيتات. الدرس الأول اللي رانا رايحين نشوفوه هو طريقة الاهتلاك الخطي. كما قلت لكم كاين ثلاث طرق هنا: طريقة الاهتلاك الخطي والمتناقص وطريقة الاهتلاك المتزايد. معناتها واحدة خطية والأخرى متناقصة وثانية متزايدة أقساط الاهتلاك. والاهتلاك الخطي نقولوا له أيضا الاهتلاك الثابت. كاين ملاحظة هنايا: تم التطرق إلى هذا النوع من الاهتلاكات في برنامج سنة ثانية ثانوي. معناتها اللي مشاو في البرنامج في سنة ثانية ثانوي شافوا هذا النوع من طريقة الاهتلاك في الفصل الثالث على ما أظن، مع بداية الفصل الثالث تشوف طريقة الاهتلاك الخطي. نبدأ بالدرس ديالنا مباشرة، نروح نشوفوا تعريف الاهتلاك. تعريف الاهتلاك هو عبارة عن نقص أو تدني في قيمة التثبيتات العينية والمعنوية، سواء بالاستعمال المتكرر أو التطور التكنولوجي، أي استهلاك المنافع الاقتصادية لتثبيت ما. وش قال هنا؟ نقص او تدني في قيمة التثبيت. معناتها أنا نفهم بلي الاهتلاك هذايا خاص بالتثبيتات. وش صرالو نقص او تدني، معناتها دنات او نقصت قيمة تثبيت اكس او تثبيت معين. ولكن احنا في السنة الثانية قرينا انه عندنا تثبيتات مالية وتثبيتات عينية وتثبيتات معنوية. هنا حطلنا فقط التثبيتات العينية والمعنوية. وش حب يقول لنا؟ انه التثبيتات المالية لا تهتلك. معناتها التثبيتات العينية والتثبيتات المعنوية يصرى لهم اهتلاك، اما التثبيتات المالية لا تهتلك، معناتها خاطئة في الاهتلاك. التثبيتات المالية ما تنسوش، سواء بالاستعمال المتكرر او التطور التكنولوجي. معناتها انت عندك تثبيت تستعمل الاستعمال المتكرر، ولا يصرى تطور تكنولوجي ويصرى كانه تخطي تاع التكنولوجيا تاع داك التثبيت اللي هو عندك. وش راح يصرى له؟ كانه صرى له استهلاك في المنافع الاقتصاديه ديالو. بمثال بسيط نقول لكم كمثال: شريت سياره، نتايا السياره ديالك عباره عن تثبيت عيني تقوم بالعمل به، معناتها تستعملها السنة الأولى ديالك راح تكون عندها منفعة اقتصادية معينة إكس. في السنة الثانية راح تنقص المنفعة ديالها. نفترضوا أنه السيارة إذا قلنا تعيش، معناتها نقدروا نستعملوها 5 سنوات في النشاط ديالنا، كي نستعملها في السنة الأولى تخلص السنة الأولى المنفعة الاقتصادية ديالها نقصت. وشحال بقيت نقدر نستعملها 4 سنوات. السنة الثانية تبقى لي نقدر نستعملها 3 سنوات. هذا كمثال بسيط كيفاش تفهموا تعريف تاع الاهتلاك كيفاش يصرى. نفس الشيء بالنسبة للآلات ونفس الشيء بالنسبة للبرمجيات المعلومات. معناتها عندنا مجموعة من التثبيتات وكامل راح يصرى لها اهتلاك وراح يصرى استهلاك للمنافع الاقتصادية ديالها. بعد ما نشوفوا تعريف الاهتلاك راح نشوفوا التثبيتات القابلة للاهتلاك. عندنا هنا قلنا التثبيتات العينية والمعنوية، هذه عموما كما نقولوا كامل قابلة للاهتلاك، ولكن هناك بعض الخصوصيات كما عندنا الأراضي فيها بعض الاستثناءات اللي رانا رايحين نشوفوها مع بعض. عندنا الأراضي عموما هي أصل غير قابل للاهتلاك. شوف الأراضي ركز معايا، هي داخلة في التثبيتات العينية ولكن عموما غير قابلة للاهتلاك. معناتها لا تهتلك الأراضي إلا في حالات استثنائية اللي رانا رايحين نشوفوهم كيف. معناتها أنت كي تشوف الأراضي تصنفها باللي لا تهتلك إلا إذا زاد لك ملاحظة وقال لك أنه هذه الأرض هي عبارة عن أرض استغلال، وراح نشوفوها في النقطة الموالية من بعد. عندنا تعالج الأراضي والبناءات محاسبيا كل على حدة حتى ولو تم اقتناؤها معا، وذلك لأن البناءات تهتلك عكس الأراضي. البناءات يصير لها اهتلاك، الأراضي
لا تهتلك. معناتها انت كي تشري ارض وفيها بنايه كيفاش تعالجها محاسبيا؟ الارض تسجلها بقيمتها وحدها في الحساب ديالها 211، والبنايات تسجلها بقيمتها وحدها في الحساب 213، كانه تفصل بيناتهم. فهمنا؟ الان نروحوا نشوفوا كما قلت لكم قبيله، تستثنى من الأراضي غير قابلة للاهتلاك أراضي الاستغلال. معناتها أراضي اللي تكون قيمتها في ما تحتويه، المناجم في واش فيه من حديد لداخل، المحاجر في الحجر اللي يكون فيها ولا الرمل اللي يكون فيها، كيفاش رانا رايحين نستخرجوا. معناتها الأراضي أو أراضي الاستغلال هي عبارة عن أراضي تهتلك. معناتها انت كي تكون في تمرين ولا اذا قال لك الارض هي عباره عن ارض استغلال تروح دير لها اهتلاك ديالها. اما اذا ما طالكش هذه الملاحظه معناتها انت ما راحش دير اهتلاك، لانه قلنا عموما الاراضي هي عباره عن اصل لا يهتلك. طرق الاهتلاك التثبيتات كما قلت لكم قبيله عندنا 3 طرق. الطريقة الأولى هي طريقة الاهتلاك الخطي اللي نشوفوها اليوم مع بعض. الطريقة الثانية هي طريقة الاهتلاك المتناقص، والطريقة الثالثة هي طريقة الاهتلاك المتزايد. نبداوهم ونشوفوهم كامل مع بعض بإذن الله. بالنسبة لطريقة الاهتلاك الخطي أو طريقة الاهتلاك الثابت أيضا، المبدأ ديالها واش يقول تهتلك المنافع الاقتصادية لتثبيت ما بأقساط متساوية طوال عمر الأصل الإنتاجي. يتم إعداد مخطط الاهتلاك وفق الأسس التالية. وشنو عندنا مخطط اهتلاك رانا رايحين نديروه ونشوفه مع بعض، ولكن المبدأ تاع الطريقة واش قال إنه اهتلاك أو استهلاك المنافع الاقتصادية تاع التثبيت يكون بأقساط متساوية. كمثال دائما نمد لكم مثال تاع السيارة اللي بديتو قبيلة. نفترض أنه شريت سيارة ب1,000,000 دينار جزائري، وقلت انه مدة المنفعة ديالها 5 سنوات، معناتها 1,000,000 على 5 راح يمد لي 200,000 دينار جزائري. ونقول انه في كل سنة راح يصرالي نقص في قيمة المنفعة تاع او المنفعة الاقتصادية تاع السيارة ب200,000 دينار جزائري. السنة الأولى تنقص 200,000، السنة الثانية ب200,000، السنة الثالثة ب200,000، الرابعة ب200,000، الخامسة ب200,000، وفي نهاية السنة الخامسة راح تكون قيمة المنفعة الاقتصادية ديالها قد استهلكت. معناتها 1,000,000 دينار جزائري تاع واش تسوى؟ خدمت 5 سنين وخلاصت. أقساط الاهتلاك ركز معايا، هذيك 200,000 تكون ثابته، ماشي وحده كبيره وحده صغيره ولا تزيد ولا تنقص. هذيك راح نشوفوها من بعد. قلنا ثابته 200,000 السنه الاولى، 200,000 السنه الثانيه، 200,000 السنه الثالثه، 200,000 السنه الرابعه، و200,000 السنه الخامسه. الان قلنا طريقة الاهتلاك أو مخطط الاهتلاك كي نروحوا نديروه كي نجوا نحسبوا مجموعة من الحسابات. عندنا مجموعة من الأسس يلزم نعرفوهم. وشنو مدة المنفعة اللي كنت هضرت لكم عليها؟ هذا وين تتمثل في العمر الإنتاجي للتثبيت، أو في بعض الحالات الوحدات المنتجة، لأنه ثم أغلبية واش راكم رايحين تشوفوه هو العمر الإنتاجي للتثبيت. معناتها يقول لك العمر الإنتاجي ديالو 5 سنوات كما مدينا مثال هذا في السيارة، ولا يقول لك 10 سنوات. هذا العمر الإنتاجي كاين معناتها مرجع اللي حطته إدارة الضرائب تبين لنا فيه الأعمار الإنتاجية بالنسبة للتثبيتات. فمثال تقول لك السيارات معناتها من 5 سنوات، الآلات تقول لك 10 سنوات، البنايات تقول لك 50 سنة. معناتها انت كي تشري تثبيت تشوف هذاك المرجع ديالك ولا هذاك الباران اللي حطوه إدارة الضرائب، انت تعاود دير التثبيت ديالك تعطينه مدة منفعة بالنسبة لهذاك معناتها هذاك المرجع اللي حطوه إدارة الضرائب. أو في بعض الحالات عندنا الوحدات المنتجة. فمثال تكون عندك آلة، الآلة هذه نقولوا تنتج 20,000 وحدة، نقسموها على مدار السنوات، وكل سنة راح يكون عندها عدد من الوحدات المنتجة. متفقين اللي راح يصرى فيها نقص في المنافع الاقتصادية. عندنا أيضا القيمة الأصلية VC، هذه تتمثل في تكلفة التثبيت في تاريخ الشراء أو الحيازة عليه. أنت إذا كان شريت التثبيت هدايا ولا صارت حيازة، نفترض أنه مدوك واحد مدو معناتها كشريك، مدوك مساهمة، ولا هذا التثبيت عنده تكلفة تاع التثبيت أو تكلفة الحيازة هذه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن ثمن الشراء ديالو، ركز معايا، ثمن الشراء ديالو زائد الرسوم معناتها غير المسترجعة.
زائد الرسوم غير المسترجعة، ماشي المسترجعة، المسترجعة ما تدخلش في التكلفة، زائد الرسوم غير المسترجعة، متفقين، زائد المصاريف اللي تدفع إلى غاية وضع هذا التثبيت، معناتها خاصة بهذا التثبيت إلى غاية وضعه في الاستعمال، معناتها حتى يولي يخدم هذا التثبيت، هذو يدخلوا كامل في تكلفة الحيازة، متفقين. عندنا القيمة المتبقية VR. القيمة المتبقية VR هو المبلغ الصافي المرتقب الحصول عليه نظير تثبيت ما في نهاية العمر الإنتاجي له بعد طرح تكاليف الخروج. VR هذه وشنها؟ شوف انت السيارة تاع قبيلة قلنا كي خلاصوا ال5 سنين المنافع الاقتصادية ديالها استهلكت، معناتها في هذاك مخطط الاهتلاك راح تخرج لك صفر في نهاية ال5 سنوات قيمتها، متفقين. ولكن حقيقيا لو كنت تديها للسوق انت تتوقع انه تباع لك، نفترضوا تتباع ب 700 الف دينار جزائري، تباع ب 500 الف دينار جزائري، اذا كنا شريناها بمليون امبوسيبل تباع بزيرو دينار، متفقين. نقولوا كاينه قيمه متبقيه، هذاك السعر اللي نتوقعوه انه راح نتنازلوا به من بعد كي تخلص العمر الانتاجي ديالها، معناتها راح نبيعوها كي خلاص العمر الانتاجي ديالها، نسموه القيمه المتبقيه. ولكن المقرر لكم، انا هذا شرحته باش تفهموا شنو القيمه المتبقيه، المقرر لكم القيمه المتبقيه VR هذه دائما معدومه، معناتها الصفر، التمارين ديالكم كامل راح تصيبوا هذا VR معدومه. ركز معايا، بعده يلزم تعرف معدل الاهتلاك. معدل الاهتلاك تي هدايا يحسب انطلاقا من المده النفعيه للتثبيت، معناتها انت كيفاش راك حاب تعرف تحسب معدل الاهتلاك؟ معدل الاهتلاك ديالك واش يساوي؟ يساوي 100 على ان، هذا قانون. ان هذه قلت لكم مده المنفعه، كيفاش تحددها؟ كي تشري تثبيت المؤسسه تولي لهذاك البرام اللي دارته اداره الضرائب ولهذاك السلم، وتحدد تشوف السياره وين رايحه، زعما تعطيها 5 سنوات. نفترضوا ان المؤسسه شرات سياره 5 سنوات لمده المنفعه ديالها اللي دارتها، تي ديالها يساوي 100 على 5، وراح يمد لك 20%، وهو معدل الاهتلاك الخطي. هذا كمثال بسيط، معناتها انت كي تحسب تي كيفاش تحسبه؟ تي يساوي 100 على ان، علاقه شوف عليها واحفظها في الاهتلاك الخطي، هكذا يحسب تي. شكرا. المبلغ القابل للاهتلاك هذا تسحقوا باش تشوفوا ايضا تحطوه في الجدول ديالك. المبلغ القابل للاهتلاك هو عباره عن الفرق بين القيمه الاصليه والقيمه المتبقيه. القيمه الاصليه انا قريناها هنا هي في سي، هاي لي عندها تكلفه الحيازه اللي كنا او تكلفه الشراء اللي كنا هضرنا عليها قبيله، ناقص القيمه المتبقيه. والقيمه المتبقيه قلت لكم دائما معدومه، معناتها المقرر لكم وشنو؟ بما انه القيمه المتبقيه دائما معدومه، وام ا ديالي وش يساوي؟ في سي ناقص في ار، معناتها ام ا المقرر لكم يساوي دائما في سي. ركز معايا، معناتها المبلغ القابل للاهتلاك المقرر لكم يساوي دائما القيمه الاصليه في سي، لانه القيمه المتبقيه مقرره لكم معدومه. ركز معايا، يقول هو الذي هو الفرق بين القيمة الأصلية والقيمة المتبقية، وهو الذي يوزع على مدة دوام نفعية التثبيت، يحسب بالعلاقة التالية: ام ا يساوي في سي ناقص في ار. وزادنا هنا يقول يكون ثابت وفق هذه الطريقة. كيفاش؟ كنت تشوفوا في طريقة اللي جاية في طريقة الاهتلاك المتناقص راح يكون فيه معناتها هذا ام ا ما يكونش ثابت، راح يصرى له تناقص في الجدول ديالو. اما في طريقه تاع اليوم طريقه الاهتلاك الخطي كي نروحوا نديروا الجدول ديالنا على مدار 5 سنوات معناتها ولا على مدار المده النفعيه للتثبيت، تصيبوا انه ام ا هذا يبقى ثابت في السنه الاولى وفي السنه الثانيه وفي السنه الثالثه، ما تشوفوش انه حاجه كبيره ولا حاجه غامضه. دوك نروحوا للجدول وتفهموا المعلومه هذه باللي حاجه بسيطه وحاجه ما كاش كامل، معناتها شيء بسيط تدوا فيه العلامة الكاملة بأبسط جهد انتم ديروه فقط. نكملوا. عندنا قسط اهتلاك السنوي، شفيتوا قبيله كي بدينا الدرس ديالنا، مديت لكم مثال وقلت لكم نشري بمليون، مدة المنفعة 5 سنوات، وفي كل سنة راح يصرى لي نقص منفعة ب200 ألف دينار جزائري. هذيك السنة هذيك 200 ألف دينار جزائري هي قسط الاهتلاك، معناتها القسط اللي صرى فيه، معناتها القسط اللي ينقص به المنفعة تاع التثبيت في السنة اللي راك فيها. متفقين؟
التعريف ديالها الأكاديمي واش يقول؟ هو القيمة، قسط الاهتلاك هذايا هو القيمة التي تم استهلاكها من منفعة تثبيت ما في مدة ما، مدة معينة نديرو نفترضوا سنة، راح يكون عندي قسط اهتلاك سنوي. إذا درت 6 شهور راح يكون عندي قسط اهتلاك تاع 6 أشهر تاع سداسي. متفقين؟ ان وكاين اللي رمزلو بأ فقط، هو قلنا قسط الاهتلاك، هذاك الجزء اللي ينقص من منفعة تاع تثبيت في مدة معينة. قسط الاهتلاك يحسب بالعلاقة التالية: ان يساوي ام على ان، اي وكاين كما قلت لكم كاين اللي رمز له فقط برمز معناتها يساوي ام على ان. هي المبلغ القابل للاهتلاك ونحسبه بالعلاقة التالية: يساوي في سي ناقص في ار. قلت لكم بما انه المقرر لكم في ار صفر معناتها في سي يساوي على مدة المنفعة، معناتها هو يقول لك مدة المنفعة تاع تثبيت 5 سنين ولا 10 سنين ولا 50 سنة، وتا تحسب قسط الاهتلاك الخطي بالعلاقة التالية: ان يساوي على ان. او اذا كان قال لك قسط اهتلاك تاع شهرين ولا 3 ولا 4، نفترضوا انه اذا كان الحيازة في التثبيت للتثبيت كانت في السنة الأولى في معناتها 6 أشهر فقط، ندير ان يساوي في تي على 100 في 6 على 12، وتحسب قسط اهتلاك تاع 6 أشهر، تاع 4 شهور في 4 على 12، وتاع 5 شهور في 5 على 12. ماذا على حساب هذه هي الأشهر اللي راح تحطهم. إذا حبيت تحسب هذا القانون سنة كاملة راح دير في تي على 100 في 12 على 12 اللي هي 1، معناتها يكفيك دير فقط في تي على 100. واش راح يدير؟ راح يمد لك قسط اهتلاك تاع سنة، معناتها النتيجة اللي تخرج لك هنا ان يساوي في تي على 100. إذا ما زدتش هدايا راح تخرج لك نفسها القانون على النتيجة اللي راح تصيبها بهذا القانون. متفقين؟ هذا كامل قلت لكم راح نشوفوه في مثال أو أمثلة تطبيقية وراح تفهموه انه اشياء بسيطة جدا. نروحوا نكملوا كي نحسبوا قسط الاهتلاك السنوي يجوز سنوات، راح نشوفوا ما يسمى بالاهتلاك المتراكم في الجدول ديالنا او السيجما ان. هدايا الاهتلاك المتراكم السيجما ان هي مجموع اقساط الاهتلاك خلال المدة السابقة لاستعمال تثبيت. نفترضوا راني في السنة الثالثة لاستعمال تثبيت، حسبت له قسط اهتلاك تاع السنة الثالثة، معناتها واش عندي اقساط الاهتلاك السابقة؟ عندي قسط اهتلاك تاع السنة الثانية وقسط اهتلاك تاع السنة الأولى، معناتها قسط مجموع اقساط الاهتلاك في السنة الثالثة كيفاش يكون؟ قسط اهتلاك تاع السنة الأولى هي ان تاع السنة الأولى زائد ان تاع السنة الثانية زائد ان تاع السنة الثالثة، راح يكون عندي قسط الاهتلاك المتراكم في نهاية السنة الثالثة. هذا واش قصدنا به. أو كيفاش نحسبوه؟ يحسب كالتالي: سيجما ان أو مجموع أقساط الاهتلاك يحسب كالتالي: ان 1 تاع السنة الأولى زائد ان 2 زائد إلى غاية ان إذا كان 5 قسط اهتلاك تاع 4 سنوات راح نديرو ان 4، قسط اهتلاك تاع 5 سنوات راح نديرو ان 5. متفقين؟ معناتها السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة. أو يحسب انطلاقا من العلاقة التالية اللي هي علاقة مباشرة. شوفوا ان يساوي ركز معايا في تي على 100 في ان هذه اللي راح دير راني درتها بالاحمر شفاو عليها ماشي مدة المنفعة كما مديت لكم دائما المثال تاع السيارة قلت لكم 5 سنوات، وهذا وين قلت لكم نحسبوا في السنة الثالثة. معناتها شحال من قسط اهتلاك سجلت من قبل كي حسبناها بالطريقة البسيطة درنا ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 قبيلة. اما الان كي ندير ان هذه ندير في تي على 100 في 3 إذا حبيت نحسب مجموع أقساط الاهتلاك في نهاية السنة الثالثة. إذا حبيت في نهاية السنة الرابعة راح نضرب في 4. إذا حبيت في نهاية السنة الخامسة راح نحسب في تي على 100 في 5. آسف هنا ليس ان ولكن مجموع الاهتلاكات أي سيجما ان. هنايا نزيدوا لها السيجما هذاك سيجما ان يساوي في تي على 100 في ان. ركز معي. القيمة المحاسبية الصافية VNC هذه ثاني لازم تعرفها. هي وشنها؟ هي القيمة الأصلية للتثبيت معناتها VC أو المقررة لكم
ناقص مجموع الاهتلاكات وخسائر القيمة إن وجدت. خسائر القيمة مازال باش تشوفوهم في الجزء الثاني تاع الدرس. معناتها أنت كي نقول لك احسب الفي ان سي ديالك كيفاش راك رايح تحسبها انطلاقا من العلاقة في سي ناقص سيجما ان او سيجما ان رانا شفناها هنا، وفي سي او القيمه الاصليه للتثبيت او تكلفه الحيازه رانا شفناها قبيله. معناتها القانون ديالك راح تشوفها الى كي نبداو بها. معناتها في ان سي يساوي في سي ناقص سيجما ان. القانون الاجمالي ناقص بي في، ولكن بي في هذه مازال هي الجزء الثاني تاع الدرس ديالنا، كي نلحقوا ليها نديروها لحد الان ولا اللحظه هذه. كي نبداو نحسبوا الفي ان سي نحسبوها بالعلاقه التاليه في سي ناقص سيجما ان. بي في هذه من بعد نشوفوها، ما تركزوش فيها، مازال في الفيديوهات اللاحقه راح تشوفوا كي تدخل خساره القيمه. ركز معايا، في ان سي يساوي في سي ناقص سيجما ان. بما انه في سي قلنا تساوي ام ان المقرر لكم، تقدر دير ام ان معناتها تحسب بها وراح تخرج لك النتيجه صحيحه. دوكا نروحو نشوفو شكل جدول الائتلاك في طريقه الائتلاك الخطي ديالنا. شوفوا كيفاش يكون الشكل تاع جدول الائتلاك. الفوق راح تصيب معلومات عن التثبيت وطريقه ائتلاكه. معناتها هنا سياره من نوع اكس، تاريخ الحيازه، رقم لوحه الترقيم ديالها معناتها، وطريقه الائتلاك المتبعه. تكتب طريقه ائتلاك خطي. هنا نديروا السنوات او مده المنفعه اللي شفناها قبيله. قلت لكم شوف السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. إذا كان بناية 1 حتى 50 سنة، كيما معناتها العمر الإنتاجي اللي راح يمدوا لك راح ديروا هنايا السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى غاية سنة من بعد واش قلت لكم قبيلة؟ عندنا المبلغ القابل للائتلاك ام هاي بلاس 2. شتوه المبلغ القابل للائتلاك قلت لكم عليه قبيلة؟ هاي لك بلاس 2 يجي في جدول الائتلاك. من بعد واش يجينا؟ قسط الائتلاك اللي رانا رايحين نسجلوه هنايا ان، وقلت لكم كاين اللي يرمز له با. ملاحظه قلت لكم هذا في طريقه الائتلاك الخطي او الثابت، هذا يكون ثابت. معناتها اذا صبت هنا 100 هنا 100 هنا 100. وقسط الائتلاك ان ايضا يكون ثابت. معناتها اذا صبت في طريقه الائتلاك الخطي فقط، اذا صبت هنا اذا صبت هنا 50 هنا تصيب 50 وهنا تصيب 50 الى غايه نهايه السنه ان. ائتلاكات المتراكمه سيجما ان هاي ليك قلت لكم سيجما ان هذه هاي وين نسجلوها؟ تسجل ايضا هنا المجموع السنه الاولى بعد السنه الثانيه والسنه الثالثه ونحبط الى غايه سنه ان. القيمه المحاسبيه الصافيه هاي ليك الفي ان سي اللي قلنا تحسب انطلاقا من العلاقه في سي ناقص سيجما ان. بي في هذه قلنا مازال ما لحقنا لها، كي نلحقوا لها نشوفوها ايضا تسجل هنا. ورانا رايحين نشوفوها بمثال تطبيقي باش تفهموا معناتها الطريقه 100%. ركز معايا جدول الائتلاك هاو الشكل ديالو ما يتغيرش دائما، هذا غير اذا كان دخلت خساره قيمه ونشوفوها لاحقا ما نزربوش. نروحوا نشوفوا مثال تطبيقي واش يقول. عندنا مثال يقول قامت مؤسسه النجاح في 2/1 آن بشراء سياره نفعيه بقيمه 1,500,000 دينار جزائري خارج الرسم. ركز معايا، قلنا تكلفة الحيازة إذا كان خارج الرسم معناتها ثمن الشراء ديالك اللي جبتوه خارج الرسم، والرسوم غير مسترجعة نضيفوها نزيدوها للتكلفة. نشوف هذه تسمى غير تسمع أنت ثمن معناتها ثمن الشراء يقول لك خارج الرسم ولا متضمن الرسم. هنا يلزم تركز، هنا قال لي خارج الرسم ركز، وقال لي الرسم على القيمة المضافة مسترجع. بما أنه الرسم على القيمة المضافة مسترجع ما رانيش رايح نضيفه للتكلفة. معناتها التكلفة تاع التثبيت ديالي هنايا نديها خارج الرسم. ركز معايا، كي يكون الرسم على القيمة المضافة مسترجع تكلفة تكون خارج الرسم. إذا كان الرسم على القيمة المضافة ديالك غير مسترجع هنا في هذه الحالة راح تضيفه لتكلفة التثبيت ديالك. هنا قالنا مسترجع معناتها ما راحش نضيفه لتكلفة التثبيت وراح نديها مباشرة 1,500,000 خارج الرسم، ما راحش نديها بالتي تي سي ديالها. مدتها النفعية 5 سنوات وقيمتها المتبقية معدومة. معناتها هذه ان وهذه الفي ار، وذلك بغرض استعمالها من طرف العمال في اداء مهامهم
بصفتك محاسب الشركة المطلوب وشنو المطلوب ديالك؟ قم بحساب قسط الاهتلاك السنوي. وشنو قسط الاهتلاك السنوي هذايا؟ هو ان اللي شفناه من قبل. ثم قم باتمام جدول الاهتلاك حسب كل طريقة من طرق الاهتلاك. حنا الطريقة الاولى في الفيديو تاع اليوم راح نشوفوه حسب طريقة الاهتلاك الخطي. في الفيديوهات اللاحقة راح تشوفوا طريقة الاهتلاك المتناقص وطريقة الاهتلاك المتزايد. الان نبداو حل المثال ديالنا. اول حاجه قلت لكم نروحوا نحسبوا تي، معدل الاهتلاك الخطي. معدل الاهتلاك الخطي يساوي تي يساوي 100 على ان، قانون وهكذاك تحسب 100 على ان. شحال قالنا؟ شوف هنا 5 سنوات، 100 على 5 وعطانا معدل الاهتلاك الخطي هو 20%. ثانيا نروحوا نحسبوا قسط الاهتلاك السنوي اللي هو ان. ان قلنا نقدروا نحسبوه بزوج طرق. الطريقه الاولى هي ان يساوي ام ا على ان. هنا ام ا ديالنا قلنا ندو مباشره 1,500,000، ما عندناش حاجه نضيفوها لها ولا، معناتها هذه هي الام ا ديالنا 1,500,000 تقسيم 5 سنوات. 1,500,000 تقسيم 5 سنوات اللي هي مده المنفعه ان، اعطانا قسط الاهتلاك السنوي هو 300,000 دينار جزائري. الآن نروحوا نحسبوا بالطريقة الثانية. الطريقة الثانية قلت لكم ان يساوي ام ا في تي على 100 في ام على 12 اللي كنا درناها قبيله. دوكا راني درتها ان هنا في ام على 12. ام على 12 قلت لكم كي تكون سنة معناتها كيفاش راح تكون؟ 12 على 12 وراح يكون واحد، كأنه ضربنا ام ا في تي على 100 في واحد، معناتها ما كان له نديرو هذه. وش يساوي؟ يولي يساوي ان يساوي 1,500,000 دينار في 20 على 100 واللي هو تي على 100. هاولي 20 على 100 تي على 100، 20 على 100 ومدلنا 300,000 دينار جزائري. شوفوا نفس النتيجة في الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية، معناتها حسب المثال نتاع حسب كما حبيت. الآن نروحوا نحسبوا الاهتلاك المتراكم. أنا نحسبوه في السطر الأول، لا السنة الأولى. نحسبوا الاهتلاك المتراكم للسنة الأولى. السنة الأولى شحال من قسط اهتلاك سجلنا؟ نقولوا شوف للنار ونشوفوا واش كاين. سجلنا فقط قسط اهتلاك الأول هذايا تاع السنة الأولى، ركز معايا، غير 300,000 فقط. معناتها كي نجيو نتجمعوا فقط السنة الأولى، ما عندناش سنوات من بعد. معناتها قسط الاهتلاك في السنة الأولى أو آسف مجموع أقساط الاهتلاك تاع السنة الأولى في المخطط تاع الاهتلاك ديالنا يساوي دائما قسط الاهتلاك الأول. ركز معايا، مجموع أقساط الاهتلاك في السنة الأولى أو السيجما ان في السنة الأولى يساوي دائما ان تاع السنة الأولى. وراح نوضح لكم مليح في الجدول ديالنا. القيمة المحاسبية الصافية الفي ان سي للسنة الأولى واش تقول؟ تقول في ان سي تساوي في سي أو القيمة الأصلية ناقص سيجما ان. حنا القيمة الأصلية ديالنا هي 1,500,000 ناقص سيجما ان اللي هي تاع السنة الأولى أو مجموع أقساط الاهتلاك تاع السنة الأولى كنا حسبناها هاي ليك هي 300,000، معناتها بقات لنا 1,200,000 هي قيمة محاسبية صافية في السنة الأولى. بي في قلت لكم من بعد نشوفوها. نروح نكمل نجي نشوف الجدول ديالي. هاو السطر الأول تاع السنة ان. حنا السنة ان ديالنا هاي ليك السطر الأول. شوفوا ام ا قلت لكم يكون ثابت. شحال ام ا ديالها؟ 1,500,000. شوفوا راني كتبتو كامل السنوات كاملين، ان زائد 1 ان زائد 2 ان زائد 3 ان زائد 4. معناتها السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة والسنة الخامسة. ام ا قلت لكم في طريقة الاهتلاك الخطي يكون ثابت كامل، تسمى تكتب غير الفوقاني وتحبطو كامل. شوف راني كتبت 1,500,000 1,500,000 1,500,000 إلى غاية السنة ان. ان حسبت قسط الاهتلاك السنوي للسنة الأولى اللي حسبناه قبيله، حسبناه 300,000. والسيجما ان وش يساوي؟ يساوي ان تاع السنة الأولى مباشرة لأنه ما عندناش أقساط اهتلاك سابقة من الفوق ما كاش، صح؟ في ان سي وش يساوي؟ يساوي القيمة المحاسبية الأصلية في سي، وقلنا في سي في المقرر لكم دائما يساوي ام ا، معناتها تدي هنايا 1,500,000 ناقص وشنو قلنا؟ ناقص سيجما ان. ام ا دي ناقص سيجما ان راح يمد لك في ان سي 1,200,000 دينار جزائري. شكرا. دوكا نروحوا نحسبوا السطر الثاني. الجدول معمر، نحسبوا السطر الثاني ونعاودوا له الاولى. شوفوا
الطريقة الأولى نروحوا نحسبوا قسط الاهتلاك السنوي. قسط الاهتلاك السنوي قلت لكم في طريقة الاهتلاك الخطي. كي تحسب قسط الاهتلاك السنوي، أقساط الاهتلاك تاع السنوات اللي موراه معناتها يكونوا كما هو، معناتها ما نكسرش راسي، نروح نديه هو مباشرة. شوف هنا، بما أن الاهتلاك ثابت فإن قسط الاهتلاك تاع السنة الأولى يساوي قسط الاهتلاك تاع السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة، معناتها تحسب سنة وراح تحطهم كاملين كيف كيف. فهمنا؟ دوكا نروحوا نحسبوا مجموع أقساط الاهتلاك تاع السنة الثانية. مجموع أقساط الاهتلاك تاع السنة الثانية واش قلنا؟ سيجما ان واش يساوي؟ يساوي ان واحد زائد ان اثنين. شوف هذه هي السنة الثانية، عندي ان الأولى زائد السنة الثانية، 300,000 زائد 300,000 يعطيني 600,000. راني حطيتها هنا، ركز. 300,000 زائد 300,000 معناتها ان واحد زائد ان اثنين نحطوه هنا 600,000. متفقين؟ وتوجد طريقة ثانية كيفاش؟ سيجما ان تاع السنة السابقة، سمى هذه سيجما ان تاع السنة السابقة زائد ان تاع السنة الحالية ويعطيك المجموع. شوف 300,000 زائد 300,000 يعطيك 600,000. دوك نروحوا نحسبوا الفي ان سي. في ان سي او القيمة المحاسبية الصافية قلنا تساوي في سي ناقص سيجما ان ناقص بي في. هنا بي في ما عندناش، معناتها نروحوا ندو 1,500,000 ناقص سيجما ان. شوف 1,500,000 ناقص 600,000 وراح يمد لي 900,000 اللي هي الفي ان سي. متفقين؟ هذه الطريقة الثانية كيفاش حسبنا السيجما ان ايضا كيفاش تحسب. شوفوا هنا سيجما ان كما شفناها قبيله في الدرس تساوي ام ا في تي على 100 في ان. راني هنا دائما على 600,000. هذه واش تساوي؟ 1,500,000 قلنا في 20 على 100 في 2. معناتها عندنا سنه اولى سنه ثانيه في 2 عطات لي مباشره شحال؟ 600,000. هذه الطريقه الثانيه معناتها بلا ما نجمع، كي تروح تحسب مباشره بالقانون. متفقين؟ في ان سي راني شرحتها دائما، قلت لكم تساوي ام ا ناقص سيجما ان ناقص البي في، وبي في ما عندناش معناتها ندو غير هاد الزوج. 1,500,000 ناقص 600,000 عطانا 900,000. وبنفس الطريقة تكمل كامل الجدول ديالك. نكملوه مع بعض. شوفوا هنا 1,500,000 هادو ثابتين بقاو هما. روح نحسب القسط في السنة الثالثة. عندي طريقتين نجمع هادو 1 2 3 ونحطهم هنا 300 300 300 وعطاني 900,000. ولا كما قلت لكم مجموع أقساط الاهتلاك تاع السنة السابقة 600,000 ان سنة سابقة ديالو زائد 2 سنة سابقة ديالو هي ان زائد 1. معناتها شوف سيجما ان 600,000 زائد 300,000 راح يمد لي 900,000. نفس النتيجة نجمع هادو بين 3 ولا هذا زائد هذا، ولا بالقانون تاع ام ا في تي على 100 في 3 وراح يمد لك 900,000 ايضا. في ان سي كيف كيف واش تساوي؟ تساوي ام ا ناقص سيجما ان معناتها 1,500,000 1,500,000 ناقص سيجما ان ديالنا اللي هي 900,000 وراح يمد لي 600,000 ديالي اللي راح نحطها هنا. نفس الطريقة هنايا حتى تكمل السطر الأخير. شوفوا السطر الأخير كيفاش ان شاء الله راح نشوفوا مجموع أقساط الاهتلاك المتراكمة معناتها لا تتراكم ولا تساوي القيمة المحاسبية الأصلية معناتها الام ا ديالنا هنايا أو المبلغ القابل للاهتلاك. شوف ولا تساوي المبلغ القابل للاهتلاك. شوف 1,500,000 يساوي 1,500,000 وهنا خرجت لنا صفر. القيمة المحاسبية الصافية والفي ان سي تخرج لك صفر في السنة الأخيرة. علاش؟ لأنه كي نجي نحسب قسط الاهتلاك تاع السنة الأخيرة 300,000 نجمع مجموع أقساط الاهتلاك تاع 5 سنوات راح نصيب 1,500,000. كي نجي نحسب الفي ان سي كيفاش تحسب الفي ان سي؟ قلت لكم في سي ناقص سيجما ان. قانون هذا تحفظوه وتعاودوه دائما. معناتها ندي هذه 1,500,000 ناقص سيجما ان اللي هي 1,500,000 وراح يمد لك صفر. ومعناتها هنا واش صرا؟ استهلاك تاع المنافع الاقتصادية تاع التثبيت هذا وتاع السيارة كاملة. عندك أشياء تتأكد منهم إذا راك صحيح في طريقة الاهتلاك الخطي. هنا يلزم تخرج لك صفر، ركز معايا. في نهاية السنة يلزم تخرج لك صفر نهاية مدة المنفعة. سيجما ان اي مجموع اقساط الاهتلاك في نهاية السنة يلزم يخرج لك يساوي الام ا ديالك هنايا. متفقين؟
هادو يكونوا متزايدين، سيجما ان يكون متزايد، شوف هاو يطلع 300 600 900. الفي ان سي يلزم يكون متناقص، شوف 1,200,000 900,000 600,000 300,000، ومع هادو يكونوا ثابتين، وام اي يكون ثابت. هذه مجموعه من الاشياء اللي تقدر تاكد بها بجدول الاهتلاك الخطي، عباره عن طريقه سهله. ركزوا وحاولوا مع مجموعه من التمارين راح تصيبوا انه هذه الطريقه بسيطه جدا. اتمنى تكون لحقت المعلومه. تلاقوا في فيديو لاحق ان شاء الله وراح نشوفوا فيه جدول الاهتلاك المتناقص. تهلاو في روحكم، سلام.